يا محمد، أخرج إلينا نظراءنا من قومنا. معركة بدر هي واحدة من أهم وأشهر المعارك في تاريخ الإسلام، وقد وقعت في السنة الثانية للهجرة، وهي المعركة التي جمعت بين المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمشركين من مكة بقيادة أبو جهل. وقد بدأت المعركة عندما وصل جيش المسلمين إلى بئر بدر، والذي كان موقعا استراتيجيا مهما في طريق المشركين إلى المدينة المنورة. وكان لدى الجيش المسلم أقل عدد من الرجال والأسلحة مقارنة بالجيش المشرك، إلا أن الإيمان والإرادة الصلبة كانت لصالح المسلمين. وبدأ القتال بين الجيشين، وكانت المعركة شديدة الوحشية، وتميزت بالعزيمة القوية للمسلمين والتضحيات الجسيمة التي قدموها في سبيل الله. وفي نهاية المعركة حقق المسلمون النصر الكبير على المشركين، وتم أسر عدد كبير منهم، في حين قتل بعضهم البعض في القتال. وتعتبر معركة بدر من أهم المعارك التي خاضها المسلمون، حيث كانت نقطة تحول في تاريخ الإسلام، وأثبتت قوة وصلابة المسلمين في وجه الأعداء. وكانت هذه المعركة الأولى التي خاضها المسلمون بعد هجرتهم إلى المدينة، ولهذا فهي تعتبر بمثابة بداية الدولة الإسلامية وتأسيسها. وقد وردت أحداث معركة بدر في العديد من المصادر التاريخية والسيرة النبوية، وتعد من الأحداث الهامة التي يتعلمها الطلاب في المدارس الإسلامية والمراكز التعليمية. وفيما يلي نبذة عن أحداث معركة بدر. قبل المعركة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستطلع مواقع الجيش المشرك ويتابع حركتهم. وصل الجيش المسلم إلى بئر بدر في 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، وكان يتألف من 313 رجلا، بينما كان عدد المشركين يفوق 1000 رجل. قبل بدء المعركة قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة للمشركين للتوبة والدخول في الإسلام، إلا أنهم رفضوا وأصروا على الحرب. بدأ القتال في المعركة، وشهدت مراحل مختلفة من القتال، بما في ذلك المواجهات الفردية بين بعض المسلمين والمشركين. في النهاية حقق المسلمون النصر الكبير على المشركين، وتم أسر عدد كبير منهم، في حين قتل بعضهم البعض في القتال. ومن بين الأسرى كان قائد الجيش المشرك أبو جهل، والذي كان أحد أشد المعاندين والمعارضين للإسلام. وعلى الرغم من الفوز الكبير الذي حققه المسلمون في المعركة، فإنهم لم ينتهوا من الصراع مع المشركين، واستمر الصراع بينهم حتى فتح مكة سنة 8. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معركة بدر تعتبر أساساً للعديد من القيم والمبادئ الإسلامية، مثل الإيمان بالله والتوكل عليه، والجهاد في سبيل الله، والتضحية والصبر، والتعاون والتكاتف في سبيل الخير. ولذلك فإنها تعتبر مصدر إلهام وتحفيز للمسلمين في جميع أنحاء العالم. ويمكن تلخيص بعض الأحداث الرئيسية في معركة بدر في النقاط التالية. توجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بئر بدر لمنع المشركين من الوصول إلى المدينة المنورة ولإنهاء التهديد الذي يشكلونه على المسلمين. كانت الأوضاع غير متكافئة بين الجيشين، حيث كان عدد المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين، وكانوا يفتقرون إلى الأسلحة والمعدات. في بداية المعركة قدم المسلمون الدعاء والتضرع إلى الله للمساعدة، وتمكنوا من تحقيق بعض الانتصارات الأولية، بما في ذلك إسقاط بعض المشركين بالأسهم والرماح. خرج البعض من المشركين من صفوفهم للتحدث بشكل فردي مع بعض المسلمين، وتم تحقيق انتصارات في هذه المواجهات الفردية. وفي النهاية تمكن المسلمون من تحقيق النصر الكبير على المشركين، وتم أسر عدد كبير منهم، بينما قتل بعضهم البعض في القتال. وبعد المعركة تم الاحتفال بالنصر، وتم إرسال رسالة للمشركين لدعوتهم إلى الإسلام والتوبة. ويعتبر نجاح المسلمين في معركة بدر بمثابة تحول نوعي في تاريخ الإسلام، حيث أثبتت الجهود الجادة والتضحيات العظيمة للمسلمين أنهم قادرون على التغلب على الأعداء بالرغم من الظروف الصعبة. وفي النهاية
فإن معركة بدر تعتبر أحد أهم الأحداث في تاريخ الإسلام، وتعكس الإرادة الصلبة والتضحيات الجسيمة التي قدمها المسلمون في سبيل دفاعهم عن دينهم وحماية مجتمعهم. ولذلك فإنها تستحق الاحتفاء والاحتفال بها كل عام في عيد الفطر المبارك. ويعد الاحتفال بعيد الفطر المبارك مرتبطا بمعركة بدر، حيث تم تحرير المسلمين من قبضة الجاهلية وتم تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ويعتبر عيد الفطر المبارك عيد الانتصار والفرحة للمسلمين، حيث يحتفلون بنهاية شهر رمضان المبارك وصومه، ويتبادلون التهاني والتبريكات ويقومون بزيارة الأقارب والأصدقاء وتقديم الهدايا لهم. وفي الختام، فإن معركة بدر تعتبر أحد الأحداث التي أثرت بشكل كبير على تاريخ الإسلام وعلى المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتعكس الإيمان والإرادة الصلبة والتحدي التي يتميز بها المسلمون في مواجهة الصعوبات والتحديات. ولهذا السبب يجب على المسلمين التعرف على تاريخهم وتراثهم والاحتفاء بهذه الأحداث الهامة التي شكلت مفترقا في تاريخهم.